السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة طاجن بامية باللحمة الضاني، حلو جدا هيعجبكم. دلوقتي انا غسلت البامية ونشفتها وقمعتها وعملت الصلصة، وانا بعمل صلصة البامية بتوم بس، مش بحب احط فيها بصل. وسلقت اللحمة نص سلق، مش سلق كامل. هي دلوقتي لسه على النار، اول ما تكمل نص سلق عشان بس اخد منها حبة شوربة اعمل بيهم ملوخية. اول ما تكمل نص سلق هشيلها احطها في الصلصة اللي احنا عملناها بالثوم علشان تكمل سواها في الصلصة بتاعة البامية. اول ما تقرب تخش على سوا هننزل بالبامية عليها ونحطها في الفرن. تابعوا معايا الفيديو. كده خلاص اللحمة بتاعتنا قربت تستوي، داخله على سوا. هنبتدي ننزل بالبامية بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد بقى الصينية دي كده وهدخلها الفرن، وارجع لكم بقى لما نيجي نغرف ان شاء الله.